حسم النادي الأهلي القرار النهائي بخصوص التعاقد مع أحد لاعبي نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتعزيز صفوف المارد الأحمر في الموسم المقبل. وكشف مصدر داخل النادي الأهلي عن قرار إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب بشأن الدخول في مفاوضات مع الكونغولي فيستون مايلي مهاجم بيراميدز لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة رغم اقتراب نهاية عقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي. وأكد المصدر أن اللاعب خارج حسابات الأهلي الفنية في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن المقابل المالي الذي طلبه يمثل العائق الأكبر أمام إتمام الصفقة. وقال المصدر: مايلي طلب الحصول على راتب يصل إلى 3 ملايين دولار سنويا، وهو رقم كبير جدا إلى جانب عامل السن، حيث يبلغ اللاعب 32 عاما، وهو ما لا يتماشى مع سياسة النادي في التعاقدات. وأضاف: حتى الآن لم يتم فتح ملف الصفقات الجديدة بشكل رسمي داخل النادي في ظل التركيز الكامل على المنافسة في بطولة الدوري، لكن هناك اتجاها واضحا للتعاقد مع مهاجمين جدد خلال الفترة المقبلة.